بيبدأ مسلسلنا ببنت وهي راجعة من شغلها والطريق فاضي. بتظهر لها بنت صغيرة وبتقول لها بابا عامل حادثة. بتروح وتحاول تنقذه لكنه بيهاجمها وبيقتلها، وبعد أيام بيلاقوا جثتها مرمية في المحيط والقاتل عامل عليها علامات على إيدها. وبتكون الجريمة دي رقم 18 في سلسلة من جرائم القتل المتسلسل. بتجتمع الحكومة مع البروفيسور دانييل اللي بيكون راجع من إنجلترا وبيعرض عليهم اقتراح، وهو إنهم يعملوا تحليل للطفل أثناء فترة الحمل لمعرفة جيناته وهل هيكون إنسان سوي أو قاتل متسلسل. لكن نسبة الخطأ في التحليل ده 1%، ودي اللي بتتشابه فيها جينات المختل عقليا مع جينات العبقري. ومن خلال التحليل ده يقدروا يعملوا إجهاض إجباري لكل اللي بيظهر عندهم جين الاختلال العقلي. لكن جزء كبير من أعضاء الحكومة بيرفضوا بداعي حقوق الإنسان. بيروح البروفيسور دانييل لصديقه الدكتور جون ويسلم عليه وبياكلوا مع بعض، وبعد كده بيسأله عن سبب رجوعه لكوريا، فبيحكي له عن البحث بتاعه. لكن الدكتور جون اللي مراته بتكون حامل في شهورها الأخيرة بيعترض على البحث ده، وبعد كده بيوصلوا للفندق اللي قاعد فيه. بتكون في عائلة راكبة عربية وماشية في الطريق وبيتوهوا في وسط عاصفة ثلجية، وبيظهر لهم عربية فبينزل الأب علشان يسأله على الطريق الصحيح، وبيعرف الطريق وبيتجه ليه وبيبدأ في عمل مخيم لحد ما العاصفة تختفي. لكن بيظهر القاتل وبيقتل الأب، وبتجري الأم علشان تخبي الطفلين لكنه بيلحقها وبيقتلها. ويلاقي واحد من الطفلين وبيبدأ في تعذيبه وبيحاول قتله، لكن بتوصل الشرطة وبيهرب. بتاخد الشرطة الطفل الكبير للمستشفى وبيدخل العمليات، والطفل الصغير بيكون في صدمة من اللي شافه. بيوصل قائد الشرطة اللي بنته بتكون ماتت قبل كده في جريمة من الجرائم دي، وبيسأل الطفل انت شفت القاتل؟ ولكن الطفل بيكون فاقد النطق من الصدمة. وبعدين الطفل بيشوف صورة دكتور في المستشفى، بيصرخ ويقول لهم هو ده اللي قتل اهلي، انا شفته بوضوح. بتروح الشرطة لبيت الدكتور جون وبيقبضوا عليه بتهمة قتل الأسرة، وبتبدأ الشرطة في تفتيش المنزل، والطفل بيكون مستخبي في العربية ومعاه مشرط سرقه من المستشفى. بيخرج أفراد الشرطة ومش بيلاقوا حاجة في البيت، لكن بينزل الطفل من العربية وبيهاجم الدكتور ويعوره في وشه، وبيخبط في رجل التلج اللي قدام البيت، وبيلاقوا رؤوس الجثث موجودة في رجل التلج. بيروح الدكتور للمحاكمة ولكن بيخرج براءة بعد ما بيقول إنه مش هو اللي عمل الرجل التلجي ده. لكن مراته بتفضحه قدام الصحافة وبتقول له انت اللي عملت الرجل التلجي ده وانا مصوراك وانت بتعمله، وبيقبضوا عليه مرة تانية. بتروح مرات الدكتور جون للبروفيسور دانيال علشان تعمل تحليل جين الاختلال النفسي، وبيطلع ابنها حامل للجين ده. وبتقابل واحدة هناك بتعمل نفس التحليل وابنها برضه بيكون عنده نفس الجين، والاتنين بيرفضوا انهم يجهضوا اطفالهم. بتمر 10 سنين وبيظهر طفل عنيف تجاه زمايله في المدرسة، وبتتصل المدرسة بأسرته علشان يحلوا المشاكل دي. لكن الأب بيضرب الابن، فبيروح الابن البيت وبيقتل السمك اللي في الحوض والكلب لأن دول أكتر حاجة بيحبها أبوه. وبعدين بياخد أخوه الصغير وبيحاول يدفنه وهو حي، لكن بتظهر واحدة وبتنقذ أخوه. بعد أيام بيلاقوا الأسرة كلها مقتولة وبيتم اتهامه بقتلهم، لكن ما بيكونش فيه أي إثبات إنه هو القاتل، فبيضطروا يحطوه على جهاز كشف الكذب، لكن برضه ما بيقدروش يثبتوا إنه القاتل، وبيخرج من القضية. بتمر 15 سنة وبتبدأ تحصل سلسلة جرائم جديدة. بتبدأ بقتل مدير صالة رياضية وحرق جثته، وبعد كده بيتم قتل بنت وقطع أصابعها. المحقق جو موتشي المسؤول عن القضية، واللي هو نفس الطفل اللي اتقتلت أسرته واللي اتسبب في القبض على صائد الرؤوس، بيروح للسجن لصائد الرؤوس علشان يسأله ويعرف منه أي معلومة تقدر تخليه يقبض على السفاح الجديد. ولكن صائد الرؤوس مش بيساعده، بيهدده جو موتشي وبيقول له هدخلك السجن واقتلك قدام ابنك زي ما عملت في أسرتي. لكن صائد الرؤوس بيقول له للأسف مش هتعرف لأن ما عنديش أطفال. بينفعل المحقق موتشي وبيقول له أنا عارف إنك عندك ابن، وبيسيبه ويمشي. بيتأكد الدكتور جون صائد الرؤوس إن ابنه لسه عايش، على عكس ما مراته كدبت عليه وقالت له انها اجهضت ابنه. المحقق وهو راجع في الطريق بيكون هيخبط واحد بالعربيه، فبينزل يزعق له، لكن الشخص ده بيعتذر له وبيقول له انا اسف كنت بنقذ العصفوره دي لان رجلها مكسوره. وبيطلع ضابط في اسم الشرطه واسمه جيونج ريوم. بنرجع للسجن تاني اللي فيه صائد الرؤوس، وبيطلب من حارس السجن انه يجيب له ابره وخيط علشان يمرن ايده على الخياطه، لكن الحارس بيرفض. وبيروح يحكي لدكتور السجن فبيديله الخيط والابره ويقول له اديهم له علشان ما يأذكش. بياخدهم لكنه بيحطهم في جيبه وخلاص. وفي الوقت ده بتكون في حفلة بتتجهز للمساجين، بيكون الضابط جيونج ريوم بيقوم بدور الساحر في الحفلة. ولكن في فقرة الصندوق السحري وهو بيفتح الصندوق بيلاقي حارس السجن موجود جوه الصندوق مضروب على رأسه بشدة بين الحياة والموت وصوابعه مقطوعة. بيتصلوا بطبيب السجن اللي بيوصل ويقول لهم مش هقدر اعمل له حاجة، ده فوق امكانياتي. فبيطلبوا من صائد الرؤوس انه يساعده، فبيساعده وبيخيط الجرح وياخدوه للمستشفى وبيدخل للعمليات.
والدكتور سيونج بيعمل العملية، وبعدين بيدخل غرفة الرعاية المركزة. بنروح لأو يونج دي، الطالبة في المدرسة الثانوية اللي بتخرج من المدرسة وبتكون مروحة للبيت، لكن الدنيا بتمطر عليها، ولما بتوصل عند الجسر بتنهار لأنها بتفتكر حادثة حصلت لها وهي صغيرة، وبيكون في واحد بيساعدها، لكن جدتها بتوصل وبتفتكره حرامي وبتضربه، بس بيقول لها انا الظابط، وبيروحوا مع بعض. وجدتها بتقول له انا حفيدتي جميله وبتطبخ كويس وست بيت شاطره، وبعدين بتخيط له زرار الجاكيت اللي وقع منه وبيرجع لبيته. بتستمر الحوادث وبتحصل جريمه قتل جديده. بيروح الدكتور سيونج زياره لصائد الرؤوس، وبنكتشف انه ابنه. بيرجع البروفيسور دانيال من انجلترا مره تانية بعد ما سمع عن سلسلة الجرائم، وبيقابل واحد من الشرطة بيحكي له عن جرائم القتل، وبيلفت انتباهه الجريمة اللي حصلت من 15 سنة واللي خرج فيها الطفل بريء من قتل عيلته. وبيروح يزور مرات صائد الرؤوس، فبيلاقي الكلب عنده تشوهات في رجله نتيجة تعذيب، وبيسألها عن ابنها، فبتقول له ابني دكتور شاطر وملتزم، وبتستأذنه انها عندها شغل وبتسيبه وتمشي. بيرجع المحقق جو موتشي لبيته، فبيلاقي اخوه باعت له اكل قدام الباب، فبيروح له وبيرمي الاكل في الشارع ويقول له انا مش عايز اعرفك ويقطع علاقتك بيا. والسبب في كده ان اخوه بقى راجل دين وسامح صائد الرؤوس على اللي عمله فيه وعلى قتله ابوه وامه، على عكس اخوه اللي عايز ينتقم منه. بيتصل البروفيسور دانيال بالدكتور سيونج وبيعرفه بنفسه ويقول له انا عايز اقابلك، لكن بيتم قتل البروفيسور دانيال في المكان اللي اتفقوا عليه. بيتابع المحقق جو موتشي التحقيق في جرائم القتل بمساعدة زميلته تشيرلوك مسؤولة الاعلام في الشرطة، لكن وهو مروح بيشوفها في حضن الدكتور سيونج وبتدخل معاه لبيته. بعد ايام بيتم اكتشاف دم في مدينة ملاهي مغلقة، وبيعرفوا من الدم والعربية اللي موجودة في المكان انه يخص البروفيسور دانيال، لكن الجثة بتكون مفقودة. بيحصل استدعاء لجدة الطالبة او يانج في المدرسة لانها ضربت زمايلها اللي كانوا بيتنمروا عليها، والمدرسة بتفصلها لحد ما تدفع غرامة، فبتضطر الجدة انها تنزل تدور على شغل علشان تقدر تدفع الغرامة. وبتقابل الضابط وبتوصيه على حفيدتها، ولسوء حظها بتروح لبيت الدكتور سيونج علشان تنضف. بيتضايق منها الدكتور سيونج لان والدته هي اللي بعتها. بيجيله اتصال من المحقق علشان يسأله عن مقتل البروفيسور دانيال، فبينزل يقابله. بيقول له المحقق ان اخر رقم كلمه البروفيسور دانيال هو رقمه، لكنه بينكر وبيقول له ده كان رقم غلط. وبيقول له طب كنت فين يومها؟ بيقول له كنت مع صديقي، وبيديله رقم صديقه ويسيبه ويمشي. وبيجري على البيت علشان الجدة، بيديها حسابها وبتمشي، لكنه بيكتشف انها دخلت الاوضه اللي فيها صور ضحايا جرائم القتل. بتهرب الجده وبتركب الاتوبيس، والدكتور بيحاول يلحقها لكنها بتشوفه، وبتتصل بالضابط علشان يلحقها لكنه بيكون مشغول. واول ما بيوصل للبيت بيشوف رسالتها، فبياخد العجله ويروح لها لكنها بتكون مقتوله. بيجري ورا الدكتور سيونج لكن العربيه بتخبطه. بيحصل بلاغ للشرطه بوجود جثه، وبيروح المحقق جو موتشي ويلاقي الجدة وبيفتكرها، ويفتكر انه انقذ حفيدتها من حادثة تعرضت لها وهي صغيرة. بتروح حفيدتها علشان تتعرف عليها وبتنهار من العياط. بيروح المحقق للضابط المستشفى علشان يعرف اللي حصل منه بالظبط. بيحكي له على اللي حصل وبيقول له ان المجرم اعصر وله رائحة مميزة. بيدخل الدكتور سيونج غرفة الضابط وهو نايم، وبيحاول يحط له حاجة في المحلول، لكن بتدخل او يونج وبتصحيه وبتعاتبه انه ما قدرش ينقذ جدته. بتحصل جريمة خطف الطفل، وبيتصل السفاح بالمحقق ويقول له انا خطفت الطفل، عايزك تعرف ايه الرابط بين كل الضحايا اللي انا قتلتهم، وتقول ده بس مباشر، وهسيب الطفل، ولو ما عرفتش في خلال 3 ايام هقتله. بترفض الشرطة طلب السفاح. بيقدم المحقق استقالته، وبيتفق هو وزميلته تشيرلوك انهم يذيعوا البث على اي قناة فضائية. بيبدأ المحقق والضابط وتشيرلوك وزمايلهم يدوروا على رابط بين الضحايا اللي اتقتلوا، وبيبدأ البث، لكن بتحصل جريمة قتل جديدة لصاحب الدكتور سيونج اللي شاهد انه كان موجود معاه وقت قتل البروفيسور دانيال. نرجع للبث تاني، والمحقق موتشي بيحاول يعرف الرابط، وبيتوصل لسبب قتل الضحايا، وهي انهم ما بيعملوش اي خطيئة من الخطايا السبعة، ولكن ما بيقدرش يربط اي علاقة بين الضحايا. وفي خلال البث بتحاول الشرطة توصل لمكان تليفون السفاح، لكن بيوصلوا لشخص غلط، وبيظهر السفاح في بث مباشر ومعاه الكاهن اخو المحقق موتشي، وبيقتله لانه هو كمان ما عملش اي خطيئة، وسامح في حق اهله اللي اتقتلوا. بتروح او يونج للكنيسة اللي فيها الكاهن والسفاح، وبتكون عايزة تنتقم منه وبتهاجمه، وبتقدر تجرحه بالسكينة في ايده الشمال، لكنه بيكون على وشك انه يقتلها، بس الشرطة بتوصل. بيودوها المستشفى، وبيوصل المحقق موتشي علشان يشوف اخوه، وبينهار من العياط اول ما بيشوفه. بتروح الشرطة علشان تستجوب او يونج، لكنها بتقول لهم انها ما شافتش حاجة لان الدنيا كانت ضلمة جدا، وانها لو افتكرت حاجة هتبلغها للضابط جيونج. بعد ايام بيرجع المحقق موتشي لشغله، وبيسحب الاستقالة اللي كان مقدمها
بيهاجمها، وبيرجع يدور تاني عن سبب مقتل الجدة، وبيوصل للست اللي اتصلت بالمكتب وبتكون هي ام الدكتور سيونج. بيروح لها يستجوبها لكنه بيشبه عليها وبيفتكر ان دي مرات صائد الرؤوس، لكنها غيرت عنوانها واسمها واسم ابنها. بيروح يتأكد من السجلات وبيعرف ان الدكتور سيونج هو ابن صائد الرؤوس. بيروح للدكتور سيونج وبيراقبه، واول ما بيخرج من البيت بيخلي الشرطة تفتش عربيته لكنهم مش بيلاقوا فيها حاجة. بنروح لأو يونج اللي بتقع في الحمام وبيغمى عليها، وبيكون الضابط جيونج رايح علشان يطمن عليها، فبياخدها عنده البيت علشان يقدر يهتم بيها. لكن بيجيله تليفون انهم وجدوا الحمض النووي للجدة في بيت الدكتور سيونج. بيروح علشان يتأكد لكن بيشوف صورة متعلقة على حيطة في بيت الدكتور سيونج. في الوقت ده بتصحى أو يونج وبتلاقي الدكتور سيونج في البيت، فبتتصل بالمحقق موتشي وبيرجع الضابط بيشوفه فبيهديها ويقول لها أنا هقبض عليه، روحي انت بلغي الشرطة. بيوصل المحقق موتشي وبيلاقي الدكتور بيقتل الضابط، بيضربه بالرصاص. بيروحوا الاتنين للمستشفى. في البداية بيعملوا عملية للاتنين، بتنجح عملية الدكتور وتفشل عملية الضابط، لكن بعدها بأيام وبعد ارتفاع أصوات المعارضة والرأي العام في الشارع بيضطروا يعملوا عملية نقل جزء من مخ الدكتور لمخ الضابط، وبيموت الدكتور سيونج. بعد أيام بيصحى الضابط وبيلاقي العصفور بتاعه في الأوضة، فبيخرجه من القفص ويقتله علشان كان عامل له إزعاج. بيروح للدكتور علشان يكشف عليه ويشوف مدى استيعابه، وبتكون النتيجة كويسة لكنه بيكون فاقد للذاكرة، والدكتور بيطمنهم ان الذاكرة هترجع له تدريجيا. بيخرج مع عمته من المستشفى وبيكتشف انه اتحول لبطل قومي في كوريا، وبيرجع لبيته وبتساعده عمته انه يستعيد ذكرياته. بنعرف ان تشيرلوك كانت حامل من الدكتور سيونج وبتولد ابنه. بيخرج المجرم اللي اعتدى قبل كده على او هيونج وهي طفلة بعد ما قضى فترة عقوبته في السجن. بيرجع الضابط هيونج لشغله مرة تانية وزمايله بيساعدوه انه يفتكر شغله، وبتحصل عملية سرقة قدامه، فبيجري ورا السارق لحد ما يمسكه لكنه بيلاقي جثة موجودة. بيروح المحقق موتش علشان يحقق في الجريمة، وفي طريقه بيكون هيصطدم بالضابط فبيضحك بسبب تكرار الموقف، لكن الضابط في البداية ما بيكونش فاكره لكن بعد كده بيفتكره. بيبدأ المحقق موتشي والضابط يحققوا في جرائم القتل اللي حصلت، والمحقق بيكون مستغرب ازاي الضابط بقى ذكي كده. بيرجع الضابط جيونج المستشفى علشان يقابل الدكتور اللي عمل له العملية ويشتكيله من الصداع اللي بيجيله. الدكتور بيطمنه وبيكتب له على العلاج، وبالصدفة بتكون أو هيونج هناك علشان تغير على الجرح اللي في وشها، وبتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول لها، لكنها بتقول له مش ده الدكتور اللي عمل لك العملية، انا كنت موجودة يوم الحادثة وشفته. وبتوصف له شكل الدكتور اللي عمل العملية. بيشك في صائد الرؤوس فبياخد صورته ويبعتها لها وبتقول له هو ده اللي عمل لك العملية. بيروح له زيارة للسجن وبيتأكد ان هو اللي عمل له العملية، والدكتور جون بيقول له واحدة واحدة الفص اللي ركبته لك هيستولي على دماغك كلها. بيسيبه ويروح لنائبة رئيس الحكومة وبيسألها عن اللي حصل. بتشرح له اللي حصل وبتقول له انهم استعانوا بيه لان هو الجراح الوحيد في البلد اللي يقدر يعمل العمليات دي، وانهم كان لازم ينقذوه من الموت علشان الرأي العام ينقلب لصالحهم بعد ما كان ضدهم بسبب جرائم القتل. بيقدر المحقق والضابط يتوصلوا للمجرم اللي قام بالجرائم الأخيرة، والشرطة بتقبض عليه لكن بيطلقوا سراحه بعد فترة لعدم كفاية الأدلة. وبيخرج المجرم ويحاول يقوم بقتل زوجة محقق شرطة زميل الضابط، لكن الضابط بينقذها وبيجري وراه وبياخدوا المخزن مهجور وبيقتله هناك. بيكون سعيد جدا وهو بيقتله وبيروح للشرطة ويقول لهم انا قتلته. بتنتقل قوات الشرطة لموقع الحادث لكن مش بيلاقوا الجثة او اي دليل على حدوث عملية قتل، وبيجي لهم بلاغ انه هرب على مركب بره البلد. بيراجعوا الكاميرات وفعلا بيلاقوه هرب، وبيفتكروا ان الضابط جيونج لسه متأثر من العملية. بيجي له اتصال من شخص غريب وبيقول له انت عايز تعرف الجثة راحت فين؟ لو عايز تعرف قابلني. بيتفقوا على الميعاد والمكان وبيروح في الميعاد المحدد. بيلاقي البروفيسور دانيال وبيقول له انا اللي اتخلصت من الجثة وانا اللي فبركت فيديو هروب المركب، وبيعرض عليه انه يشتغل معاه وانه يقتل كل الناس اللي عندهم جين الاعتلال النفسي. لكن الضابط بيرفض ويقول له انا قتلته دفاعا عن النفس. بيقول له للبروفيسور انت قتلت اول واحد ومش هتقدر تمنع نفسك من القتل بعد كده. بيسيبه الضابط وبيمشي. بنروح لاو يونج اللي بتجري ورا الضابط علشان تلحقه في الشارع، لكن بيظهر لها الراجل اللي اعتدى عليها وهي صغيرة. بيقول لها كلمتين في ودنها وبيمشي بعد ما تف على الارض. بتشوفها تشيرلوك وبيشوفها الضابط اللي خد عينة من باسكت المجرم ده، وبيوديها وسط عينات كتير للبروفيسور دانيال علشان يعرف انهي عينة تخص المجرم ده
كاختبار منه للبروفيسور دانيال، وفعلا بيديله البروفيسور دانيال العينة الصحيحة. بيروح المجرم علشان يعتدي على طفلة، لكن او يانج بتظهر وبتنقذ الطفلة منه، فبيضربها بشدة وبتفقد الوعي. بس بيظهر الضابط وبيعذبه ويقتله، وتاني يوم بتلاقي الشرطة جثة المجرم ده مرمية في النهر. بيروح المحقق علشان يستجوب البنت اللي اعتدى عليها المجرم، وبتقول له انها ما شافتش حاجة. وبعدين بيروح يونج اللي بتقول لهم انها كانت فاقدة الوعي. في النهاية الشرطة بتلاقي الحمض النووي للقاتل هو نفس الحمض النووي اللي مسجون عندهم في السجن، وده بعد ما الضابط جيونج اخد سلاح الجريمة من مركز الادلة وقتل المجرم ورجعه تاني لمكانه. بتروح شيرلوك يونج بعد ما خرجت من المستشفى وبتعرض عليها انها تشتغل معاها، وبتوافق يونج. بنستكمل احداث مسلسلنا وبنعرف ان الضابط جيونج استخدم سكينة المسجون ده لانه عرف انه محبوس ظلم وانه بريء، وده اللي خلى الشرطة والمحقق موتشي يرجعوا يفتحوا ملف القضية من تاني. وفي النهاية اكتشفوا براءة الراجل ده وعرفوا المجرم الحقيقي، لكن قبل ما يوصلوا للمجرم الحقيقي بيكون الضابط جيونج قتله بمساعدة شيرلوك اللي استدرجته للمكان اللي قتله فيه. بيكون فيه جدة متهمة بقتل قطط الحي، والطفل ريون بيحاول ينفي التهمة عنها لانها جدة صديقه. بتروح يونج علشان تعمل معاه تحقيق صحفي، وبيقول لها ان مش الجدة هي اللي قتلت القطط، انا عارف مين اللي قتلهم. وبيجي الضابط جيونج علشان يقابل يونج، بيشوفوا الطفل ريوم وبيرتبك ويمشي. بتحكي له يونج على قضية الطفل ده، وبعدين بيجي له تليفون من دانيال بيقول له عايزك تجيلي حالا. بيعتذر لها وبيقول لها عندي شغل ضروري لازم اخلصه. بيروح لدانيال اللي بيديله صورة وبيقول له عايزك تتخلص من الشخص ده لانه وحش من الدرجة الاولى. بيشك فيه الضابط وبيقول له انت مش شغال لوحدك، في حد هو اللي بيمولك وهو اللي بيعرفك بالناس دي. بيرفض دانيال يعرفه باي حاجة، وبيقطع الضابط الصورة ويقول له ما تديليش صور اي حد تاني، انا اللي هقرر بنفسي مين اللي يستحق القتل. بيروح تاني يوم للمدرسة علشان يستجوب الطفل ريوم، واول ما الطفل بيشوفه بيهرب لجوه المدرسة، لكن بتحصل حادثة بشعة وبيتحرق الطفل بالكامل بسبب وقوع الحامض عليه في معمل الكيمياء. بيشك الضابط والمحقق موتشي في سبب الحرق وبيروحوا المدرسة علشان يتأكدوا، وبعد تحقيق بيوصل الضابط للقاتل اللي عمل كده، وهو عامل توصيل اللحوم للمدرسة، واللي عمل كده علشان الطفل ريوم اكتشف انه قام بجرائم قتل من 10 سنين وانه محتفظ بصور ضحاياه. بيشوف الضابط صور الضحايا وبيعمل بحث عن القضايا دي، وبيلاقي قضية كان متهم فيها العامل ده بحرق منزل وجواه طفل، وكان في طفلة شاهدة عليه هو وزميله، لكنها اصيبت بالجنون من الصدمة اللي شافتها وراحت دار رعاية وما خدوش بشهادتها، وبيخرج هو وزميله براءة من القضية دي. بيروح الضابط دار الرعاية علشان يشوفها، بتقابله، ولكن الغريب ان في بنت اول ما بتشوفه بتستخبى منه، بتحكي له عن اللي شافته وهي طفلة، وبيتأكد الضابط ان العامل ده هو القاتل، وبيروح له محل عمله ويقتله وبيهرب. بيوصل موتشي بعد ما وصل لنفس الاستنتاج لكن بيلاقيه ميت. بيروح الضابط ويسيب دليل قتل العامل عند صديقه صاحب البنزينة واللي كان مشترك معاه في جرائم القتل زمان، وبتروح الشرطة تقبض على صاحب البنزينة بتهمة قتل زميله وبيتم سجنه. بيفرح الضابط جيونج لانه كده قدر يتحكم في نفسه وما بيقتلش على الفاضي والمليان، وبيروح يقابل يونج على الكورنيش وبيقرب منها. بيروح له المحقق موتشي البيت بالليل علشان يسهر معاه، وبيفرجه على سلسلته اللي فيها صورة اسرته، وبيقول له انا بعتبرك اخويا الصغير. بيصحى تاني يوم ويروح المحقق على شغله، والضابط بينظف البيت لكنه بيلاقي سلسلة المحقق على الارض. بيخلص شغله ويدخل يغسل وشه وبيلاقي تعويرة على ايده الشمال، وبيسأل نفسه انا اتعورت التعويرة دي امتى. بيروح الشغل ومعاه السلسلة علشان يديها لموتشي، لكن بيلاقي موتشي لابس سلسلته. وبيخرج فبيلاقي يونج وبيشوف السلسلة اللي في رقبتها، فبيفتكر ان هو اللي كان عاملها لها قبل الحادثة وانها عبارة عن سن قط. فبيسألها هو انت كنت لابسة السلسلة دي وانت بتقابلي الطفل ريوم؟ فبتقول له اه. بيجري على البيت وبيفتش في الدولاب فبيلاقي دبوس جدة يونج. بيطلع يجري على مكان كان بيفتكره دايما بعد العملية. بيوصل للمكان وبيحفر في الارض فبيلاقي باب، بينزل منه وبيلاقي اوضة وصور كل ضحايا القتل المتسلسل متعلقة على الحيطة، وبيعرف ان هو اللي كان السفاح مش الدكتور سيونج. بترجع له الذاكرة وبيفتكر اول مقابلة ليه مع المحقق موتشي، وانه ما كانش بينقذ العصفور ده، كان بيصطاده علشان يحبسه ويعذبه. بيجيله تليفون ان زميله حارس السجن فاق في المستشفى وبيقول له تعالى نشوفه مع بعض. بيروح المستشفى وبيفتكر وهو هناك ازاي اعتدى على زميله ده وطعنه وقطع صوابعه، وبيلاقي المحقق موتشي هناك. بيدخل لغرفة زميله وبيتفاجئ لما زميله بينادي عليه ويحضنه. بيخرجوا من الغرفة والمحقق موتشي بيستغرب من توتر الضابط. بيجري الضابط وبيفتكر ازاي وليه قتل الجدة
جدا، وانها لما كلمته وراح لها قالت له انا شفت صورة ضحية في بيت الدكتور سيونج، لكن لما ركزت في الصورة شافت الزرار اللي كانت مخيطه له في الجاكيت بتاعه، فقتلها في الحال. وبعدين بيفتكر الكاهن اخو موتشي ويفتكر الطفل اللي كان خاطفه، فيروح علشان يخرج جثته، لكن لما بيوصل مش بيلاقيها. بيروح للدكتور دانيال لانه بيكون فاكر ان هو اللي اتخلص منها، لكن الدكتور دانيال بيقول له انا هعرف ازاي الدكتور سيونج حط الجثه فين، فبيتاكد ان في حد تاني يعرف حقيقته غير البروفيسور دانيال. في الوقت ده بيروح موتشي الحارس السجن المستشفى مره تانية علشان يتاكد من نظراته لجيونج. بيتخض الحارس وبيقع من على السرير، لكن بيهديه موتشي وبيقول له ما تخافش اللي طعنك مات. بيستغرب الحارس وبيساله هو مين اللي طعني، فبيقول له موتشي انت شفت حاجه يوم الحادثه؟ بيقول له لا، ده طعني من الخلف. بيسيبه موتشي ويروح للمكان اللي حصلت فيه الحادثه ويدور على اي دليل يكون وقع منهم. بيرجع جيونج للبيت وبيحاول يقتل نفسه، لكن في حد بيضربه على راسه وبيغمى عليه. بيفوق من الضربه وبيلاقي دانيال قاعد بيعترف له ان هو السفاح. بيقول له دانيال انا عارف انك السفاح من الاول، وان سيونج كان بريء، وان الجزء اللي اتزرع في دماغك ده هو اللي صح المشاعر عندك. بنروح لاو يونج اللي بتسمع وهي في الشغل ان تشيرلوك كانت مرات الدكتور سيونج ومخلفه منه. بتروح تتاكد من على النت، وبعد ما بتتاكد بتقفل تليفونها وتروح. بترجع تشيرلوك لبيتها وبتلاقي ابنها بيعيط، فبتحاسب المربيه وبتحط كاميرا علشان تشوفها بتعمل ايه مع ابنها بعد كده. وبعدين بتروح لاو يونج البيت علشان تشوفها مختفيه ليه، فبتطردها من بيتها. والظابط بيكون شايف كل ده فبيأنبه ضميره انه السبب في تشويه سمعة الدكتور سيونج. بيكتب اعتراف بخط ايده وبيحاول ينتحر، لكن بتجيله رسالة من حارس السجن بيقول له فيها تعالى انا عايز اشوفك. بيروح له المستشفى وبيكون المحقق موتشي هناك، وبيتأكد ان الحارس تمت مهاجمته من الامام وانه شاف الجاني مش زي ما قال له. بيدخل الضابط والحارس بيقول له انا عارف ان انت اللي حاولت قتلي، وانا ما اتكلمتش علشان انا خايف، لكن انا مش هقدر اسكت كتير لانهم اتهموا واحد بريء بمحاولة قتلي. ما بيقدرش الضابط يسمع الكلام وبيجري على الحمام. بيروح موتشي لأوضة الحارس بس بيلاقيه بيموت. بينادي الدكاترة لكن بيموت الحارس. بيخرج موتشي وبيلاقي جيونج خارج من باب المستشفى. بيزعق وينادي عليه ويقول له صاحبك مات. بيجري جيونج يشوفه وبيشوف بقعة طينة على الأرض، فبيفتكر الشخص اللي شافه في الحمام ماسك سرنجة وجزمته فيها طينة. بيجري علشان يمسكه، بيوصل له لكن وهو بيضربه بيظهر واحد تاني بيضربه على ظهره. بيقوم جيونج ويدافع عن نفسه لكن بيقع الراجل من على سطح البيت وبيموت. بينزل علشان يلحق التاني مش بيلحقه، لكن بيحفظ رقم العربية. فبيرجع علشان يشوف جثة اللي مات بيلاقيها اختفت. بيتصل بيه موتشي وبيعرف مكانه ويروح له. بيحكي له الضابط على اللي حصل وبيقول له على رقم العربية. بيقول له موتشي انا عارف العربية دي لان كنت بطاردها قبل كده. وبيرجع الضابط للمستشفى علشان يخليهم يشرحوا جثة حارس السجن ويعرفوا سبب الوفاة، لكن امه بترفض وبتقول له سيب ابني يموت مرتاح. بنرجع لتشيرلوك اللي بتدور على مربية جديدة لطفلها، لكنها مش بتلاقي حد بسبب والد الطفل. وبعد بحث كتير بتلاقي واحدة وبتقابلها، وبتكون الست دي ام الدكتور سيونج لكنها ما تعرفهاش وبتوافق على تعيينها مربية لطفلها. بيكتشف الضابط ان الراجل الملثم اللي وقع ومات ده كان جوز عمته اللي ربته بعد اهله ما ماتوا. وبيروح السجلات ويسأل الجيران ويكتشف ان دول مش قرايبه اصلا وان كل ده كان خدعة. شيرلوك بتكون عايزة تعمل فيلم وثائقي عن الدكتور سيونج وانه كان بيساعد الناس وطيب، وبتتفق مع واحدة كان الدكتور ساعدها قبل كده انها تسجل معاها. بتعرف او يونج وبتروح علشان تمنع الست دي من التسجيل، وبيجي ناس برضو يتخانقوا معاها علشان ما تسجلش، لكن بيجي المحقق وبياخدها وبيمشي معاها ويسمع قصتها وبيشوف ألبوم صور عندها وبياخد صورة الطفل اللي كان متهم بقتل أسرته من 15 سنة. بيروح جيونج لبيته القديم اللي اتحرق وبيفتكر اللي حصل وإن أمه كانت بتحاول تقتله، لكن ظهر واحد فجأة وأنقذه منها وخرجه بره البيت وحرق البيت باللي فيه. والراجل ده هو كان مدير الصالة الرياضية اللي قتله وحرق جثته. وبعدين بيروح لاسم الشرطة علشان يسأل على أخته اللي جثتها كانت مفقودة في الحادث، لكن بيجي موتشي وبيسأل على صورة الولد اللي اتهم بقتل أسرته. بيدور الموظف على ملف القضية لكن بيلاقيه اتمسح من على الجهاز وما بيعرفش يوصل لأي معلومة. بتلاقي الشرطة العربية اللي كان مبلغ عنها الضابط جيونج وبيلاقوا جواها شخص مقتول. بيدور فيها موتشي وبيلاقي فلاشة، بيشوف اللي جوه الفلاشة فبيلاقي جرائم القتل اللي تمت الفترة الأخيرة متصورة، وبيعرف إن الضابط هو القاتل. بنروح لجيونج اللي بيحاول يفتكر الدكتور سيونج قال له إيه قبل ما يموت، وبيفتكر إن قال له إحنا الاتنين في إيران تجارب. وبيجري على دانيال ويهاجمه فبيعترف له بكل حاجة وإنه عمل الاختبار
ظهر ليه هو والدكتور سيونج لما كانوا أجنة، ولما عرف بالجرايم رجع لكوريا وشك في الدكتور سيونج وطلب يقابله. لكن قبل ما يوصل الدكتور سيونج حاول مجرم من منظمة اسمها او زد انه يقتله، واللي انقذه واعتنى بيه هو الدكتور سيونج. فعرف ان سيونج كان بيحمل جين العبقرية، وان الطفل التاني هو اللي بيحمل جين الاعتلال النفسي. بيضربه جيونج لانه استخدمه، وبيحاول يعرف مين صاحب التجربة دي، لكن الباب بيخبط وبتكون تشيرلوك اللي بتقول له عايز اعمل معاك حوار صحفي عن سيونج. بيقول لها مش فاضي دلوقتي، وبيدخل بيلاقي دانيال هرب، وبتكون تشيرلوك هي اللي ساعدته في الهروب. بيرجع الضابط لاسم الشرطة وبيهاجمه المحقق موتشي وبيقول له انت القاتل، انا شفت كل حاجة. لكن بيدخل زميل ليهم في المركز وبيسرق منه الفلاشة، ومش بيقدر موتشي يثبت على الضابط اي حاجة. بتروح عصابة من منظمة او زد لمخبأ الدكتور دانيال اللي بيكون راجع علشان نسي حاجة، وبتقبض عليه. بيعرف الضابط مكان اخته وبيروح يزورها، وبتطلع هي البنت اللي كانت خايفة منه لما راح دار الرعاية قبل كده. وبيعرف منها ان الدكتور سيونج كان بيزورها وكان بيحكي لها كل حاجة بتحصل معاه، وانه كان بيراقبه لما عرف ان هو صاحب جين الاعتلال النفسي. بيتخطف ابن تشيرلوك، وبتروح ام سيونج للراجل علشان يرجع حفيدها، لكنه بيقول لها جوزك قتل بنتي وانا مش عارف جثتها فين، خليه يقول مكان جثتها فين وانا هديكي حفيدك. تروح زيارة لجوزها وبتقول له على اللي حصل، ما بيرضاش يقول لها حاجة، فبتقول له حفيدك هيموت. بيقول لها ده مش حفيدي، وانا عارف ان سيونج مش ابني، وان جيونج هو اللي ابني، وانك بدلتيهم وهم اطفال، وسمعت ده قبل ما اعمل عملية نقل المخ، ووافقت اعمل العملية وقتها علشان انقذ ابن جيونج. بتروح او يونج للظابط علشان تطمن عليه، وبتلاقيه نايم فبتغطيه، لكنها بتشوف تعويرة على ايده الشمال وبتتأكد ان هو ده القاتل المتسلسل اللي قتل جدتها. بتحاول تهرب لكنه بيمسكها وبيتأسف لها وبيسيبها تمشي. بيروح الراجل اللي خطف ابن تشيرلوك ويسلمها ابنها لانه ما قدرش يشوفها بتتألم على ابنها. بعد بحث كتير بيوصل جيونج للست اللي كانت عاملة دور خالته، وبتعترف له بكل حاجة عن منظمة او زد ودورها فيها ومدير المنظمة، وبتديله عنوانها. وبيروح العنوان وبيلاقي المديرة هي نائبة رئيس الحكومة، واللي بتعترف له انها فعلا عملت كده علشان تكتر الجرائم القتل في البلد وتخلي الناس يضغطوا على الحكومة علشان يوافقوا على قانون الاجهاض الاجباري للاجنة اللي بتحمل جين الاعتلال النفسي. بيسيبها ويمشي، وبيكون متفق مع الست اللي اعترفت له انها تطلع في بث مباشر مع تشيرلوك وتذيع كل الفيديوهات والدلائل اللي عندها. وفعلا بيتم البث وبيتم القبض على النائبة. بعد كده بتعرض تشيرلوك الفيلم الوثائقي اللي بيبرئ الدكتور سيونج، وبيتم الحكم على الضابط بالاعدام، وبيدخل للسجن اللي فيه صائد الرؤوس. بيستغل الفرصة دي وبيدخل له الزنزانة ويقتله، ويطلب انه يروح الكنيسة يدعي ويستغفر هناك ان ربنا يتوب عليه، وبيموت. وبكده يكون خلص مسلسلنا.